بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي، ونشوف مع بعض النهاردة أحلى حشوة كبدة بالزبيبة واللوزة ممكن تعمليها للرز أو المكرونة أو الكبيبة شامي. أسفة جدا جدا على صوتي، بس عندي شوية برد، عافاكم الله، أنا أسفة جدا. المهم يا جماعة إن أنا أقول لكم إن حشوة الزبيبة واللوزة دي حصري في قناة أوبن بوفيه، عمر ما شفتها في أي قناة تانية قبل كده، الحمد لله. عشان كده بتطلب كتير، عشان كده عملتها لكم النهارده، مش خساره في احلى متابعين في الدنيا. اتفضلوا معايا. بسم الله. اول حاجه عندي الكبده مقطعاها بانيه، عشان اقدر بعد ما تاخد بلانشيه غلوه كده اقدر اقشرها براحتي. وحطيت حله على النار بميه، قبل ما الميه تغلي كده هحط لها عصير 5 6 ليمونات كبار والقشر بتاعهم، وكمان كوبايه خل محترمه، خل ابيض، معلقتين ملح كبار، وانزل بالكبده بتاعتي على الميه اول ما تغلي، وهقلبها تقليبه واسيبها تاخد بلانشيه، بمعنى انها بتاخد غلوتين على النار بس ننشف دمها وخلاص. تبدا بقى التمام، هصفيها وباخدها تحت ميه جاريه تتغسل كويس جدا من مكان ميه السلق ده. تاني غسله او تالت غسله، لان احنا واخدينها اول بلانشيه بميه قبل الحله بميه مغليه، وبعدين حطيناها في الميه بالخل بالليمون، ورجعنا دلوقتي بنغسلها. هسيبها بقى تتغسل على جنب، واجي انا اعمل هنا ايه. عندي في حله على النار هبدا اجهز الحشوه. إيه، حطيت زيت وزبده على قد كميه البصل او كميه الحشوه اللي هتعمليها بقى. انا بالنسبه لي هنا حاطه حوالي كوبايه زيت وقطعه زبده 100 جرام كده، ونزلت عليها البصله. قطع البصله كرهات صغيره في حجم الزبيبه مثلا. بحمر البصلة لدرجة اللون الذهبي أو أفتح من الذهبي بشوية. لما تبقى البصلة معايا ذهبي فاتح جدا، هنزل عليها بالزبيب اللي أنا نقعاه بمية مغلية وملح. طبعا أنا بقولك كل التفاصيل زي ما انت متعودة معايا. أي حاجة عايزة تشتريها من الحشوة تقدري تشتريها أو تضيفيها. طبعا هحط فلفل اسود كتير عشان يعادل معايا نسبة حلاوة الزبيب مع الاكل اللي هستخدمه، لان زي ما احنا عارفين مش كل المصريين بيحبوا حلاوة الزبيب في الاكل. طيب، وضفت بقى اللوز اللي انا برضو قشرته وفصلته اتنين وحمرته في زيت، وهضيفه على الزبيب، وهشوح الكلام ده كله تشويحه كويسه مع بعض، وهحط له ملح عادي جدا. اقلب الحشوه الجميله دي معايا تقليبه واحده، اعجن بس كده البصل بالزبيب بالملح بالفلفل الاسود، واحطهم في مصفى يصفي كل كميه الزيت اللي موجوده فيهم دي. طبعا الزيت اللي هيتصفى صالح جدا انه يطبخ بيه عادي. سيب الحشوه دي تتصفى خالص من الزيت ونروح نقطع الكبده. طبعا لو الكبده هتبقى حشوه بس للرز، فبالحاله دي ممكن اقطعها شعريه عريضه او رفيعه، لكن عشان الحشوه هتبقى للكبيبه فلازم تبقى قطع صغيره، فعشان كده بقطعها زي ما انتوا شايفين كده كريهات صغيره جدا، مربعات صغيره. اقطع الكميه كلها وارجع لكم تاني. وهنا احلى شباب في الدنيا شيفات اوبن بوفيه بيجهزوا البصل، يقطعوا لنا البصل جوليان واروح بيه على النار. على النار حطيت كوبايه زيت وعليها كميه البصل اللي انا محتاجاها. طبعا انا بتكلم في كميه، يعني انا شغاله دول حوالي 3 كيلو بصل متقطعين ولسه بيكملوا التقطيع وبيبعتوه للشباب، فكوبايه زيت مش كتيره خالص على الكميه اللي انا شغاله بيها. هشوح البصله كده واخليها بس تدبل معايا تموت، وبقطع مع الكبده فلفل الوان، ولو حابه تبشري جزر مشروم اللي تحبيه تقدري تضيفيه للحشوه. المرحله دي هضيف لها الملح، وهضيف كمون بسيط جدا، وفلفل اسود، ثوم وبصل بودر. بس دلوقتي بقى هشوح البصله مع الجزر اسفه مع الكبده والفلفل، وضفت عليهم بقى دلوقتي اللوز والزبيبه اللي احنا عملناهم من شويه، اتضافوا عليهم بس بعد ما الكبده اخدت درجه سواها المظبوطه، عشان انا مش عايزه اسيب الحشوه دي على النار كتير باللوز، برغم ان انا محمصه اللوز كويس وما بيطراش. يعني احنا بنعمل ده وبفضل الله اللوز مش بيطرى لما اجي احط الحشوه بتاعتي على وش الرز او الحاجه اللي انا هحشي بيها، بيفضل اللوز بتاعها مقرمش وجميل جدا. زي ما انتم شايفين شويه حشوه بسم الله ما شاء الله يتاكلوا لوحدهم حاف. عايزين رغيف كده الواحد يقعد على جنب، وده اللي دايما بيحصل واحنا شغالين. كل الناس تقول لك انا عايز بس معلقه كبده،
من جمال الكبدة والتوليفة اللي معمولة بيها. ناس كتيرة جدا بتطلبها وتقول لك انا مش عاوز لحمة ولا كفتة، عادي لي بس معلقتين كبدة بزيادة. بس طبعا بمجرد ما بيدوقوا الكفتة واللحمة كمان بيبقى الطلب عليهم جميل ما شاء الله، ربنا يبارك. فبصراحة بتبقى جميلة جدا، وحتى ممكن يتحشي بيها المكرونة في المناسبات، ممكن يتحشي بيها الكبيبة. الرز طبعا أساسي. حاجات كتيرة جدا هنشوفها مع بعض في فيديوهات كتيرة إن شاء الله. يعني حاجة منهم دلوقتي، أنا عندي نوع من أنواع الكبة اللي هيتحشي دلوقتي، وفي فيديو تاني هعمله لكم كله للكبيبة اللبناني بالحشوة دي، وهتشوفوها ممتازة قمة من الجمال، هتعجبكم جدا. أنا في الفرح ده كان العرسان مش حابين الفلفل، فاشتلت شوية كبدة باللوز والزبيب، حشيت بيهم الكبيبة دي ودخلتها الفرن، وعلى وشها جبنة، كانت طالعة قمة في الجمال وعجبتهم جدا. واتشالت لوحديها، قصيتها كده على خس وقدمتها مع تومية للشباب العرسان. كان عندي في اليوم ده عريسين ما شاء الله، ربنا يفرحهم. وعملوا بقى سندوتشات كده قبل ما يروحوا للحلاق، قمة في الجمال، سريعة وهتعجبكم جدا. هتنفذوها وتقولوا رأيكم فيها لو بالطريقة دي قدمتوها، أو بالطريقة التانية اللي هنعملها في الفيديو الجاي إن شاء الله. في الحالتين هتعجبكم قوي. ما قلت لكم حشوة الكبدة قديمة وموجودة كتير في أفراحنا متوفرة، لكن طريقة الزبيبة باللوزة كده بالبصلة بالتحديد مفيش أي حد بيعملها بالبصلة بالطريقة دي غير قناتكم أوبن بوفيه بس، هي الوحيدة اللي بتعملها كده. وأتمنى إن شاء الله تقولوا رأيكم فيها وتعجبكم. ان الحقيقه كل الطباخين على العموم قالوا لي لا دي الطريقه مش كويسه، ضيف الزبيب على طول واللوز على طول على وش الاكل. لكن مع العكس بقى، مع الناس اللي بتاكل كلهم عجبهم الطريقه دي. فانا عايزاكم تشوفوها وتقولوا رايكم. الطباخين اللي رايهم صح ان احنا نحط الزبيب واللوز كده اصم من غير اي شغل، ولا الاهالي اللي زي حضراتكم اللي بياكلوا الوصفه بيعجبهم بالطريقه دي، انه الاحسن؟ اني اسمع رايكم، بس يا ريت تنفذوا الوصفه عشان تكونوا بتدوني الراي السليم على التجربه. ومستظراكم ان شاء الله تشرفونا في قناتنا اوبن بوفيه باللايك والاشتراك والتعليق اذا نستاهل وجودكم معانا. السلام عليكم.